تمام خلاص نخش على اللي بعده. بس الناس عندها مخ، الناس بتشوف، الناس تفهم. انا راجل على قد حالي، انا ما بفهمش. والله بص هقول لك حاجه، انا بتفق طبعا مع تصريحات اللواء عادل عماره بان اللي بيخرب مصر اكيد ما بيحبش مصر، شيء طبيعي. بيخرب ويحرق ويدمر ويحرق تاريخ مصر، اكيد ما بيحبش مصر. بس اللي بيحب مصر هو اللي دخل ورمى نفسه في النار عشان ينقذ جزء ولو بسيط من تراث مصر. المجمع العلمي عمل عمليه فصل ما بين اللي بيحب مصر واللي ما بيحبش مصر، وده معروف وده معروف. طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف وجهة نظر العالم ورؤيتهم لمصر عننا المصريين ومصر الوطن. معنا على الهاتف أستاذ وليد الشيخ وهو مراسل مصري في برلين. صباح الخير يا أستاذ وائل. أستاذ وليد. صباح الخير يا أستاذ وليد، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. احنا عايزين يعني نرى مصر في عيون الغرب وتحديدا وحضرتك في برلين، وتكلمنا عن ردود الأفعال لما يحدث الآن وكيف يتم تصوير الأحداث. يؤسفني اني اقول صورة مصر مزرية في العالم كله بعد ما فرح بثورة 25 يناير اللي اعتبرت من اهم الثورات في التاريخ. على سبيل المثال كلام اللواء عمارة بيقول روحوا اسألوا الظروف، الراجل بيغني. اللواء عمارة طالع يطلع أسوأ سيناريو لأسوأ مؤتمر صحفي جايب فيه بنات هم جايبينهم. وانا ممكن اقول لحضرتك وانا هنا في المانيا اقول لك مين اللي حرق المجمع. جايبين بنات، البنت بتقول انا ابوي جوز امي يتحرش بيا. ايه علاقه ده بثوره؟ جايبين ولاد شوارع بيقولوا ده اتحرش بيا. ده مش اهانه واساءه للثوره، ده اساءه لنظام مبارك واساءه للمجلس الاعلى اللي بيدير شؤون البلاد لغايه دلوقتي. تاني حاجه الفضيحه اللي اكتشفت انه الناس دي مقبوض عليها في قضيه ثانيه من يوم 14 وتقول لها مد 4 ايام ومد 4 ايام ثانيه. الناس دي مقبوض عليها في حدائق القبه، اسمها حدائق القبه، وجايبينهم يمثلوا سيناريو سخيف بحجه والله انه في خيمه مكتوب عليها هنا يرقد شريف الروبي. تمام. يعني لا ولكن استاذ وليد، يعني انا يعني محتاجه قوي ان انا اعرف مصر في عيون الاخر، مصر في عيون الغرب، من خلال تحليل لوسائل الاعلام سواء المرئي او المسموع او المقروء. كيف تناول الاعلام الغربي الاوضاع في مصر؟ خلينا نمسك طبعا في عشرات الصحف العالميه، بس خلينا في المانيا في اهم وسيله اعلام المانيه هي مجله دير شبيجل. مجله دير شبيجل للاسف الالمان مستائين من انتهاك اعراض النساء من الجيش اللي عملوا انتهاك اعراض النساء، وجايبين الفيديو الشهير بتاع فيلم عسل اسود اللي محطوط على الكليب المشهور اللي فيه اكثر من 2 مليون واحد شافوه، وبيقولوا ان الجيش المصري بيحاول يهين وينتهك اعراض النساء عشان يخوف النساء من المشاركه في الثوره، عشان يرعب النساء. المناظر اللي عملها دي عايز يخوف الناس، بس اللي عمله جاب اثر عكسي تماما. الجيش المصري الاعلام الالماني والصحف العالميه مستاءه جدا من الاكاذيب، كم الاكاذيب اللي حصل في الايام اللي فاتت، وكلكم والكلام الخطير جدا اللي قاله اللواء عبد المنعم كاطو المستشار في الشؤون المعنويه للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، ان الولاد الصيع دول يترموا في افران الغاز بتاعت هتلر. احنا وصل بينا الامر لواحد مجنون مختل مستشار لمجلس اعلى من طيب استاذ وليد خلينا قدر الامكان ان احنا نقول اللي بيتقال ونعلق عليه وكل حاجه، بس انا عشان خاطري مش وعلشانك خلي الناس اللي في البيوت ما تستقش مننا. يا استاذ خليهم يفهمونا. حضرتك مش فاهم في العالم. اصبر عليا 24 ساعه وشوف العالم كله هيعمل ايه. طيب. على جمله افران هتلر. عارف واحنا انا هقول لحضرتك يا استاذ وليد اول حد اتكلم على هذا الموضوع كان برنامج صباح اون، يعني تصريحات اللي هو عبد المنعم كاطو دي اول حد يتكلم عنها كان برنامج صباح اون هنا. فاحنا فاهمين ومقدرين وعارفين ايه يعني وقع هذا الخبر على مسامع المصريين وعلى مسامع العالم. طيب حضرتك قلت لي انه دير شبيجل واحنا كلنا عارفين انه دي اهم وسيله صحفيه موجوده في المانيا. هل يعني حجم هذه الاخبار وصل الى اي درجه في الصحافه العالميه؟ يعني مش بس في المانيا، لو عندك فكره عن فرنسا ايه اللي بيحصل، انجلترا ايه اللي بيحصل، وهل هذه الاخبار بتتصدر وسائل الاعلام والصحافه على الاقل المهتمه بالشان السياسي، ولا انها اخبار داخليه نوعيا قد يكونوا غير مهتمين بيها بهذا القدر؟
في الصفحه الاولى في كل صحف العالم يا استاذ يوسف، في الصفحه الاولى في كل صحف العالم. الاهتمام غير عادي لانه مصر مش بلد عاديه، مصر بلد مهمه جدا، والزخم اللي خدته الثوره غير عادي. خليني معلش انا هتكلم في بعض مش عايز اقول اسرار، بس بعض الامور اللي مش عارف ازاي ما حدش واخد باله منها. اتفضل. في مشكله انه في تحالف حاليا، وده الخبراء كله شايفينه، في تحالف عسكري من المجلس الاعلى مع الاسلاميين مع الامريكان بموافقه الامريكان، وفي محاوله تطبيق النموذج الباكستاني في مصر. اختيار السفيره ان باترسون انها تبقى هي سفيره امريكا في طبعا مصر، ده ما كانش عادي بتاريخها طبعا، لان السيده باترسون خدمت في باكستان مظبوط، وعندها خبره في التعامل مع البلاد المضطربه اللي زي كده، اللي فيها جيش بيحكم او عايزينه يفضل يحكم مع برلمان اسلامي بموافقه امريكيه وتنفيذ الاجنده الامريكيه. بس كده السيناريو، يعني السيناريو علشان يكتمل يبقى زي ما كانت ان باترسون بتعمل ايام خدمتها في باكستان، كانت بتسقط الحكم العسكري وتروح رفع حكم مدني، وبعدين تسقط المدني وتروح رفع حكم عسكري تاني وهكذا. يعني هل العالم شايف ده ومتوقع انه نفس السيناريو يتم تطبيقه، اللي هو يقعدوا يخلوا مصر في حاله قلقله مدنيه عسكريه مستمره 5-6 سنين كده و5-6 سنين كده وهكذا، فيبقاش في استقرار، علشان زي ما كانوا عاوزين يأمنوا شر السلاح النووي الباكستاني يبقى يحاولوا يأمنوا قدرة مصر على السيطرة على المنطقة العربية. طبيعي تماما. اللي اخطر من كده ان باترسون كان معروف عنها ان اسمها سفيرة جهنم، كانت مسؤولة عن عمليات اغتيالات للناشطين والسياسيين سواء في كولومبيا او سواء في باكستان. واعتقد الاعتداء او محاوله الاعتداء على علاء الاسواني ومحاوله قتل بعض الناشطين هتبقى امر خطير، وعشان كده اي ناشط هيسقط برصاص او بازمه قلبيه مفتعله من الادويه اللي بيدوها والحقن اللي بيدوها، المجلس الاعلى للقوات المسلحه هيبقى هو المسؤول عليه. اعتقد ان الامور وصلت لمرحله، المشكله الاكبر هي مش انه حد بيكره المجلس الاعلى او بيكره فلان او بيكره علان، احنا كلنا بنحب مصر، ومصر عندنا طبعا اهم من اي حد، ومفيش مزايده على ده. محدش يقدر يزايد. تمت الاساءه لمصر بسرعه غير عاديه، تم الفشل الذريع في اداره شؤون البلاد. في مشكله اخطر يا استاذ يوسف، مش عارف هل المصريين واخدين بالهم منها داخل مصر ولا لا. تم تدمير للعقيده العسكريه، الجنود اللي شفناهم متوحشين بيضربوا البنات وينتهكوا اعراضهم ويضربوا الناس اللي ملقاه على الارض، وهو ده اللي ركز عليه الاعلام، قالوا ده الناس مستسلمين، ده في القانون الدولي امر مرفوض غير طبيعي. تم تدمير العقيده العسكريه للجنود، روحوا اضربوا الاعدائكم دول. الناس الجنود كانوا بيضربوا. استاذ وليد، يعني انا في الجزئيه دي تحديدا عايزه استفسر عن نقطه يمكن بتخليني انا نفسي محتاره جدا. هم مش دول نفس جنود او الشرطه العسكريه اللي كانت بتساعد العجائز والمسنين في الانتخابات وبتحاول ان هي تقدم اي خدمه باي طريقه انطلاقا من احساسهم بالمسؤوليه هم نفسهم؟ يعني عمليه التحول دي حصلت ازاي؟ حصلت في تغذيه الشباب اللي عاملين زي احمد سبع ليل بتاع الفيلم الشهير بتاع البريء بتاع احمد زكي، ان دول خونه، دول عملاء، دول منافقين، دول بياخدوا فلوس من كذا، اقتلوا الناس دي ضد مصر بتكره مصر. الشباب اللي داخلين بتوع الامن المركزي ولا الجنود ما يعرفوش اي حاجه. طيب استاذ وليد، يعني حضرتك دورك كمراسل مصري وممثل لمصر في برلين، ودور اي اعلامي مصري موجود في اي مكان في العالم، ايه دوره حيال ما يحدث وحيال الصوره التي اصبحت نوعا ما مشوهه عن مصر؟ دور بنقول للعالم كله بالعكس، اللي بيحصل ده انتهاك عرض امراه واصرار الست انها تطلع وتتبهدل عشان حريتها، ده بيؤكد ان الشعب المصري هينجح، ثورته هتنجح مهما حاولوا. والحاجه الثانيه اقول لبعض التيارات الاسلاميه اللي بتقول وايه اللي طلع الست من بيتها وتروح تتبهدل عشان ما لقيتش راجل يطلع. لو في رجاله طلعوا منكم كان الستات قعدت في بيوتها، لكن انتوا مش رجاله. المساله ان الشعب المصري، وبنقول للعالم كله وبنقول كل الصحفيين اللي بنقابلهم، الشعب المصري الصور دي مش دليل على ان مصر سيئه، دليل على ان الشعب المصري احسن شعب في التاريخ، وبل بالعكس احنا بنطالب باعطاء الشعب المصري جائزه نوبل للسلام لعام 2011 لانه حافظ على سلميه الثوره رغم كل القمع والقتل والتعذيب والارهاق.
عشان كده الشعب ده شعب عظيم. ويمكن يا استاذ وليد يعني انطلاقا من وصفك للشعب المصري واللي لا يخفى على احد في العالم، ولانه هذه الدوله دوله مميزه وغير عاديه بكل المقاييس، يعني حتى اذا كانت هناك محاولات لتحويل النموذج المصري الى النموذج الباكستاني على يد آن باترسون او غيرها، فهذا يعني لن يكون، لان المعطيات مختلفه تماما. استاذ وليد الشيخ. نعم. ما فيش مواطن في مصر هيسمح بتحول النموذج الباكستاني. هنعمل دولة ديمقراطية حرة مستقلة مدنية مهما حاولوا يعني مش هيجي لنا برويز مشرف يا أستاذ وليد؟ مش هيجي لنا برويز مشرف ولا حاجة؟ لن يحدث، لن يحدث. تفتكر؟ حضرتك الشعب المصري يا أستاذ يوسف خلاص كسر حاجز الخوف ومش خايف من الموت. لازم يفهموا إن الشعب المصري مش خايف من الموت. لكن من الناحية الثانية بأكد ان جيش مصر هيفضل جيش عظيم. اللي احنا شفناهم دول مجرد سريه تم تدمير عقولها عشان يتصرفوا كالحيوانات. الجيش المصري طول عمره هيفضل خير اجناد الارض، وهيفضل كده فعلا لما مصر فعلا استاذ وليد دوله من دول العالم. مصر امانه بين ايديكم بره مصر يا استاذ وليد، مصر امانه بين ايديكم بره مصر. استاذ وليد الشيخ، بشكرك أستاذ وليد الشيخ هذا المراسل المصري الجميل في برلين، شكرا جزيلا لك. انت قابلتي استاذ وليد في الاستوديو؟ احنا كان لينا لقاء خاص جدا مع استاذ وليد لما كان تصدقي بقى انا فاتني هذا اللقاء، يا ريتني كنت قدرت ان انا اجي، بس معلش يعني نحن لا نشكر هذه الظروف حقيقي. يعني انا متشرف بالمكالمه وكنت اتمنى ان انا اقابلك، بس لما ترجع مصر باذن الله بالسلامه ان ما حدش وقفك في المطار نقدر ان احنا نقعد نتكلم. ان لو وقفوك في المطار هبقى اجي لك انا برلين، عشان ساعتها هبقى عارف برضو ان انا مش هقدر ارجع المطار تاني، فساعتها ابقى اشوف لي حاجه كده اوضه وصاله بمنافعها. استاذ وليد احنا بنشكرك مره تانية.